عاملين ايه؟ وحشتوني. قريبتي جت من اسكندريه وقلت اعمل لها الاكله دي سريعه. هي بتحب مكرونه وايت صوص، فحبيت اعمل لها المكرونه الوايت صوص بتاعتي. فيلا بينا نعملها سوا. اول حاجه سلقت المكرونه، والسجق كنت مجهزاه قبلها بصراحه، يعني حطيته في الحله، شوحته كده في نقطه زيت وسبته بقى ينزل الميه بتاعته واستوى في الميه بتاعته. يعني هي نقطه زيت صغيره قوي، هو بقى بينزل الميه بتاعته وبينزل كل حاجه، بيستوي بنفسه كده. ما بحطش عليه اي توابل، يعني انا ده ما حطيتش عليه اي توابل. السجق ده يا جماعه بنجيبه من اسكندريه طبعا، يعني ده حلو قوي قوي قوي. بدات بقى اقطعه حتت صغيره قوي كده. عايزه اقول لكم يا جماعه ان مفيش اسهل من المكرونه الوايت صوص. هنا السجق كان جاهز معايا، وهنركنه بقى كده ايه على جنب بعد ما قطعناه. هنيجي بقى للمكرونه. انا حطيتها تتسلق، عملت المكرونه بينا اللي هي المقصوصه او اللي الاقلام، ليها كذا اسم اصلا، وحطيت عليها شويه زيت. انا بسلق المكرونه بشويه زيت وشويه ملح علشان ما تلزقش، وافضل رايحه جايه اقلب فيها. طلعت برطمان التوم، واللي هيقول لي الوايت صوص ملهاش توم، لا الوايت صوص يا جماعه بتحط لها توم. مام احنا بنعمل احنا بنعمل ايه؟ لا مش بنعمل دي، احنا بنعمل مام. بنعمل ايه؟ قول. لا قول مام. نعمل ايه؟ بنعمل مام. اي مام، برافو يا زونا. يازن شاطر، يازن بيعرف يقول مام. مام وي يح. ده ايه؟ ده ايه يا يكان اللي على البوتاجاز ده؟ ايه يح؟ ده يح. ده ايه؟ ده يح. خلصنا فقرة اللعب مع الكوكا على ما المكرونة تتسلق. اول حاجة يا جماعة هعملها، هاخد بس شوية مية من مية سلق المكرونة. انا بحب جدا على الصوص بتاع الوايت صوص او البشاميل احط عليها مية سلق المكرونة، بتبقى حلوة جدا وبتفرق جدا في قوام البشاميل عامة. الوايت صوص بقى يا جماعة بنحط فيه توم. محدش يقولي ما بنحطش في الوايت صوص توم، هو ده اللي بيفرق عن البشاميل اصلا. بيفرق البشاميل عن الوايت صوص هي التومة بس اللي بتتحمر كده السنة مع الزبدة. هنا كنت صفيت المكرونه وخلصت المكرونه بغسلها. يعني في ناس بتقول لا ما تغسلهاش، لا انا بحب اغسل المكرونه علشان تبقى مفلفله كده وحلوه. حطيت بقى معلقتين زبده. نيجي بقى الصوص الوايت صوص اهو. حطيت معلقتين زبده، وهحط معلقه توم. انا حطيت معلقه كبيره بصراحه، ما حطيتش معلقه صغيره بحب التوم انا برضو قوي. حطيت معلقه كبيره. بصوا هو يا دوب بس كده يتشوح، وبعد كده هحط معلقتين دقيق. حطيت معلقتين ونص لان انا حطيت معلقتين، وبعد ما حطيت المعلقتين بشوف القوام بتاع الدقيق كده يعني ده في الزبده وعايز تاني ولا لا. حسيت انه عايز حبه تاني، رحت حاطه حبه صغيرين تاني. دي بقى اهم حاجه، انا بقعد اقلب في الدقيق والزبده مع بعض بالمضرب، ما بقلبش بمعلقه ولا بشوكه ولا باي حاجه، بقلب بالمضرب علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. هحط بقى نص كيلو اللبن. انا حطيت على كميه المعلقتين الزبده ومعلقتين الدقيق حطيت عليهم نص كيلو لبن، وانا كده عندي الطبق اللي انا شلت فيه ميه سلق المكرونه ده بيفرق برضو. بفضل بقى اقلب كويس قوي 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 بجد. اهم حاجه تقلبه بمضرب البيض علشان بيفك اي تكتلات للدقيق وبيخليه بقى كريمي وناعم جدا. انا ما بعملش اي حاجه في البشاميل على فكره او الوايت صوص عامه. انا كنت حطيت الميه. يعني انا لما بعمل مكرونه بشاميل، انا البشاميل بجد ما بعملش فيه اي حاجه غير ان انا بحط ملح وفلفل، ما بحطش اي افتكاسات من الحاجات اللي طالعه جديده دي. بس كل الفكره، الناس بقى بتستغرب ان انا ازاي بعمله كريمي، كل الفكره في التقليبه معلش يا جماعه صوتي زوري تعبني. الفكره كلها في التقليبه بتاعه المضرب للصوص كده والبشاميل. حطيت بقى المكرونه، وكان عندي شويه فلفل الوان حطيتهم، وحطيت السجق وبس كده. وهي دي المكرونه الوايت صوص. سويت يا حبيبي، دي المكرونه الوايت صوص اللي احنا عملناها. وعايزه اقول لكم ان هي عجبتهم جدا جدا جدا، وجربوها بطريقتي هتعجبكم. ويلا بينا نغرف الاطباق واوريكم شكلها دلوقتي بعد ما غرفتها من غير اي اضاءه من غير اي حاجه. كانت غرقانه في الصوص، بس والله برضو ما كانتش باينه في التصوير، بس هي كانت غرقانه في الصوص واحنا بناكل كانت غرقانه حرفيا. تعالوا بقى نشوف رايي. تعالوا بقى اوريكم طبق المكرونه الوايت صوص بتاعي. لا نطفي النور عشان كده ايه النور ده هيرازينا اهو. اوعي ايه ده رجلك، شايفين الجمال من غير اي رنج لايت من غير اي حاجه. ايه يا دلع؟ ما هو انتوا بقى زودوا ملح بقى. يلا اسمع كده رايكم، خد يا ياسر حبه. بس كل مره بنعملها احلى. لا فظيعه. يمكن عشان الملح بس انا ما رضيتش اكتر ملح.
خد يا ياسر. لا بتبقى سايله اكتر. ده انا مزوده لبن ومزوده ميه سلق المكرونه، اعمل ايه تاني؟ المندوق لا يا كده. حبيبي انا احط لك استنى افتح النور بس عشان حاسه ان انا سنه إيه؟ صغننه لحسن حاسه تحدق. ضلمه قوي. بس كده ناخد كده ايه. ومهبب لازم عايزة- كل حاجه زينا. بص ثواني عشان انا كل ده في الفيديو. حطي له تاني علينا احسن. طيب ماشي ثواني. بص انا مش عارفه الاضاءه مالها. ايوه كده انا عايزه كده ايه على المكرونه. ندوق مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. والله تحفه. انا بالنسبه لي حلوه عشان السجق كمان. انا ما رضيتش احدقها عشان السجق والله العظيم، عشان انا اللي عاملاها. بس حقيقي احلى وايت صوص ممكن تاكلوها مني يا جماعه. انا مش عايزه مجامله، ايه رايك بجد؟ والله العظيم تحفة. بجد عجبتك يعني؟ ده حط ملح كتير. لا نروح ناكل بقى. بس هو اسمه سجق. لا اسمه سجق. لا امنيه. قولوا لنا بقى في الكومنتات اسمه صدق ولا سجق. اشوفكم في الفيديو الجاي. باي.